ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده جمعت لكم اكتر 10 منتجات انا بستخدمهم الفتره دي، وهم دول المنتجات اللي انا فعلا مواظبه عليها وبحبها وشفت عليها نتيجه، وهقول لكم ترتيب استخدامهم ازاي وتستخدموا ايه امتى، وشوفوا لو انتوا نفس الكونديشن بتاعت بشرتي تقدروا ان انتوا تجربوا الحاجات دي. هم 10 منتجات للسكين كير بس، وعايزه اعمل فيديوز تانية هيكون احسن 10 منتجات للمكياج انا جربتها، وحاجات برضو 10 حاجات للشعر و10 حاجات للجسم، يعني حاجات تبقى هي فيها الخلاصه شويه، اللي هو لا أنا الحاجات دي جربتها وبقول لكم عليها حلوه، وهي دي اللي فعلا بقول لكم روحوا ان انتوا اشتروها. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب وكده يعني، وشوفوا اكبر كميه من الفيديو عشان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طيب اول خطوه انا بحب ابدا بيها، والخطوه دي هتبداوا بيها انتوا كمان لو انتوا بتستخدموا مكياج. انا بنزل كل يوم فساعات كتير قوي بحط مكياج وانا رايحه الشغل، واحنا كنا في فتره شتاء وفي اوقات كان الدنيا ساقعه جدا، فبرغم ان انا بشرتي دهنيه كنت بحب ان انا استخدم الباي فيز اللي هو مزيل المكياج ده فيه فيتامين اي وبرو فيتامين بي 5، فهو فيه فيتامينز، يعني هو على هيئه زي ميلك كده. ده عندي بقاله كتير جدا، هو حاليا خلص بس هو عنده بقالي كتير قوي. هو حجمه 500 مللي، سعره كان مش فاكره 150 حاجه كده. هيقعد معاكم كتير قوي، ولو انتوا عايزين تجربوه ممكن ان انتوا تجربوه من عندي تقسيم يعني، بس الاول اتاكدوا ان هو مناسب لبشرتكم. زي ما قلت لكم انا بشرتي دهنيه، وهو عامل زي حاجه كريمي كده بتدلكي بيها بشرتك وتبداي ان انت تسيحي بيها المكياج وتغسلي وشك. ما ينفعش ان انت تعتمدي عليه لوحده وكأن ده الغسول بتاعك، لا، لان هو بيسيب زي طبقه دهنيه بعد كده على وشك، فلما تيجي حتى تغسلي وشك بالميه هتحسي ان في زي طبقه مدهننه، فلازم تستخدمي بعده غسول. فلو انت جبتي ده مش هينفع تكتفي بيه. هو انسب اكتر للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للجفاف ومختلطه مايله للدهنيه، والناس اللي بشرتها جافه او عاديه. الناس اللي بشرتها دهنيه تستخدمه اكتر في اوقات الشتاء، يعني ده في الصيف انا بصراحه ما انصحش اي حد يستخدمه لو هو بشرته دهنيه، لانه هيدهن بشرتكم جدا وممكن يعمل لكم كمان حبوب تحت الجلد، فخدوا بالكم. زي ما قلت لكم ده موجود عندي تقسيم على انستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. تقسيم يعني بتاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل، يعني دوت مثلا 500 مللي بتاخدي منه 50 او 100 على حسب ما انت عايزه، بسعر اقل من سعره الحقيقي. تاني خطوه بعد كده بعملها وهي خطوه الغسول اللي انا منتظمه عليه الفتره دي، اللي هو كلير سكين بتاع ايفون. ماشي. يعني هو اصلا قرب يخلص، ده بحب استخدمه صبح وليل، وهو فوم كده، فانتي بتاخدي منه ضغطه واحده حرفيا بتكفي الوش كله. ولكن لو انا في يوم كنت حاطه مكياج وانا عايزه انضف بشرتي كويس وكنت مستخدمه البتاع ده قبله، باخد ضغطتين او بغسل وشي مرتين بالايفون كلانزر ده، علشان خاطر بحس ان هو بينضف الوش قوي. هو بيسيب البشره مش ناشفه ومش مترطبه، يعني هو احسن في الصيف عن الشتاء لو انتي بشرتك مختلطه مايله للدهنيه. لو انتي بشرتك دهنيه في اي وقت في السنه هتستخدميه هتحسي ان انتي مرتاحه عليه. طبعا هو مش مناسب خالص للناس اللي بشرتها جافه، فخدوا بالكم من الحته دي. هو حلو للحبوب ولا لا؟ هو مفيش غسول هتقدري تقولي ان هو حلو للحبوب، ولكن هو بيفضي كل الزيوت اللي في الحبايه نفسها او في البشره زياده، فبالتالي بيوازن البي اتش بتاع البشره. فكنت شايفه بصراحه ان هو حلو. كان سعره 100 جنيه، هيقعد معاكي كتير قوي. وهسيب لكم لينك البيج اللي انا اشتريتها منه من بنت اسمها مادونا، هسيب لكم يعني كل ارقام تليفوناتها وحاجاتها على الديسكربشن بوكس. بصراحه حبيته قوي. الحاجه اللي بعد كده، لو انا الصبح بحب استخدم البوبي سان سكرين، وده تقريبا تاني علبه ان انا اشتريها منه لان هو بجد حلو جدا. انا معرفش، في ناس بسمعها بتقول كلام حلو عليه وناس بتقول ان هو عادي قوي. انا بالنسبه لي ده انسب حاجه انا استخدمتها لبشرتي كصن بلوك. اتوقع الناس اللي بتقول عليه مش حلو الناس دي بتستخدم قبله كريم مرطب. انا بالنسبه لي هو فيه نسبه ترطيب وحمايته كويسه، فاللي بعمله ان انا بستخدمه على بشرتي بعد الغسول على طول، لا بحط قبله سيرم ولا بحط قبله مرطب ولا اي حاجه، بكتفي بيه هو بس. هو مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه مايله للدهنيه والبشره الحساسه عموما، وكمان ممكن العاديه. هو مناسب عامه للبشره الدهنيه لانه مش بيسيب اي لمعه على الوش، ف انا شايفه ان ده من احسن الصن بلوك
اللي انا جربتها في حياتي. كنت عامله لكم اكتر من فيديو اصلا للصن بلوك، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ده سعره 150 جنيه، وشايفه سعر بصراحه افوردبل جدا على الكميه، هو 60 جرام وحلو قوي يعني. تمام، ده بالنسبه لو انا الصبح يعني. طيب لو انا بالليل بقى، بحب ان انا بعد الغسول استخدم سيرم. في الحاله دي عندي نوعين سيرم كنت بحب استخدمهم الفتره اللي فاتت، بتاع اليزافيكا هيلورونيك اسيد وده خلصته، والفتره دي انا منتظمه على الانيو رينيوال باور سيرم. دول شكلهم. خلينا نتكلم الاول على بتاع اليزافيكا. اليزافيكا هو هيلورونيك اسيد، وفي العادي الهيلورونيك اسيد بيبقى للناس اللي عندها زي خطوط تعبيريه في وشها، عايزه تملى شويه بشرتها وتحس انها مترطبه وكده، فهو بيدعم قوي الترطيب. انا مش بحب استخدمه الصبح، بشوف ان هو احسن وقت ليه ان انتي تستخدميه بالليل، لان بتاع اليزافيكا قوامه مش تقيل ومش خفيف، فبحس ان هو مريح اكتر ان انا استخدمه بالليل. مش بفضل قوي ان انا استخدمه الصبح، بحس ان هو هيبقى تقيل شويه. يعني انا لما استخدمه واروح مستخدمه بعده صن بلوك ويكون فيه نسبه ترطيب، حاسه ده كتير قوي بصراحه. ده هتلاقوا عندي تقسيم برضو على الانستجرام. بالنسبه هو مناسب لمين؟ هو مناسب لو انت بشرتك دهنيه عادي، بس انا بفضل انواع سيرمز اكتر كهيلورونيك اسيد للناس اللي بشرتها دهنيه تكون اخف شويه. لكن انا بالنسبه لي كأزيز لما بحب استخدمه بستخدمه اكتر في الشتاء، يا اما بستخدم بعديه مرطب جل طالما انا بشرتي دهنيه، مش بستخدم بعده مرطب تقيل. الناس اي نوع بشره تانية هيبقى مناسب ليها جدا، هيبقى حلو جدا. لو انت بشرتك فيها حبوب خدي بالك عشان ممكن يزود لك الحبوب، فلو انت بشرتك فيها حبوب اكتف اكني اللي هي لونها احمر ومعبيه، بلاش تستخدمي الاليزافيكا ده عشان مش هيبقى مناسب ليكي. طيب السيرم اللي بعد كده وهو بتاع انيو، وده بالنسبه لي البديل الامثل لإليزافيكا لو انتي بتخافي تشتريه عشان خاطر هو طول النهار يضربوه، بقى فيه منه مضروب كتير، وهو مش بيتباع غير اونلاين بس، ويعني موضوع ان الناس بتبيع الحاجه مضروبه دي خدي بالك منه. فلو انتي عايزه تريحي دماغك وعايزه بديل يديكي نفس الافكت بالظبط خليكي في بتاع انيو. ده كنت شفت عليه هايب كبيره قوي الفتره اللي فاتت، فكنت متحمسه بصراحه ان انا اجربه. دي الكميه اللي انا استخدمتها منه يعني، وكانت كميه كفايه ان انا بصراحه احكم عليه. انا شايفه ان هو مناسب اكتر لو انت هتستخدميه بالليل، ما تستخدموش الصبح عشان هيبقى تقيل سيكه على بشرتك. لو انت بشرتك دهنيه استخدمي برضو بعده مرطب جل، مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه مختلطه مايله للجفاف ومختلطه مايله للدهنيه. لو بشرتك حساسه برضو هيبقى كويس معاكي. هو حتى الفريجرنس اللي فيه او الريحه اللي فيه مش منفره خالص، ريحته خفيفه، فحرفيا هو نفس الكلام اللي انا بقوله على إليزافيكا هو اللي هقوله على انيو. فانا شايفه شوفي انت هتعرفي تشتري انيو هاتيه. انا بالنسبه لي لو هميل لحاجه بعد كده اشتري بتاع ايفون على طول، لانه متوفر. مش كل شويه هقعد اشتريه واحط ايدي على قلبي هي ترى ده هيطلع مضروب ولا هيطلع اوريجينال، هختصر يعني بصراحه. فانا شايفه بتاع ايفون هيبقى انسب اكتر، وبحب استخدم بتاع ايفون قوي بعد ما اكون عامله ديرما بلاننج او شايله يعني بالشفره من على وشي وكده. بحس ان هو بيدي زي نضاره قوي للبشره، فشايفه ان هو كويس. وهسيب لكم برده زي ما اتفقنا لينك البنت اللي انا بشتري من عندها حاجات ايفون في الديسكربشن بوكس. طيب بعد كده خطوه الترطيب. وفي خطوه الترطيب انا عندي 3 انواع كريمات كنت بحب استخدمها على فترات مختلفه، وهشرح لكم بستخدمها ازاي. في بدايه الشتاء خالص لما كنا اللي هو يا دوب لسه طالعين من الصيف وكده، وطبعا البشره بيبقى شويه فيها نوع من الاسمرار، كنت بستخدم اللي هو الوايتنينج بتاع ستارفل اللي هو الجل ده. دي الكونسستنسي الجديده، لونه ازرق كده، هو نايت كريم تستخدميه بالليل. هو جل قوي وخفيف جدا جدا جدا، فكنت بحب قوي ان انا استخدمه مع الهيلورونيك اسيد سيرم. وحاليا بقيت استخدمه يعني لو هستخدمه مع السيرم بتاع انيو، على اساس ان الاثنين نفس الكونسستنسي بالظبط، فده ساعتها هيبقى مناسب قوي. هل هو بيفتح او لا؟ انا شايفه ان هو تفتيحه عادي، تفتيحه كويس. ما اقدرش اقولك ان ده احسن منتج تفتيح هتجيبيه بصراحه، بس شايفه ان هو افوردبل جدا ومناسب ومتوفر، فتقدري ان انت تشتريه بسهوله، لان هو المكونات الفعاله بتاعته كويسه، بس مش اعظم حاجه جربتها في حياتي. يمكن لما بستخدمه مع سيرم يكون فيتامين سي او سيرم يكون بيساعد على التفتيح،
بيبقوا الاتنين مع بعض بيدوني الافكت اللي انا عايزاه. بس بصراحه اللي كان مريحني فيه ان هو كان خفيف على البشره، فده اللي كان مناسب ليا معاه قوي يعني. بعد كده على مدار الشتاء والكلام ده كله بدات ان انا الجا لانواع مرطبات تانية تكون اتقل، لان الجو ابتدى يبقى اسقع بكتير، فكنت حاسه ان انا محتاجه ترطيب اتقل. خصوصا ان انا من النوع اللي بشرتي جافه جدا. فبعدها بدات ان انا استخدم الفيتامين اي كريم بتاع فروت اوف ذا ايرث، وده تحفه جدا، كريم بيغذي البشره حلو قوي. ده سعره 150 جنيه تمام. هو بيتباع باسعار مختلفه، وده سعره بعد ما غلي. الكريم ده مش مناسب خالص للناس اللي بشرتها دهنيه، لانه تقيل جدا جدا. بس انا كإزيس زي ما قلت لكم انا بشرتي جافه، فلما كنت بحس ان انا محتاجه حاجه تغذي بشرتي وحاجه تديني ترطيب عالي، لان بشرتي جافه جدا او عندي قشور او حاجه، او مستخدمه مثلا منتج انا حاسه ان هو مضايق بشرتي ومجففها، على طول بلجأ ان انا استخدم الفيتامين اي كريم ده. ما كنتش بستخدمه كل يوم لان كنت حاسه انه هيبقى تقيل قوي على بشرتي بصراحه، فكنت بستخدمه يعني مثلا مره او مرتين في الاسبوع على حسب الاحتياج. فبحس ان هو كريم مرطب لكل حاجه، ممكن تستخدميه على فكره لجسمك، تستخدميه لكوعك، تستخدميه لايديكي، فهو مناسب لاي حاجه. لكن كبشره، انا كبشره دهنيه لا، بستخدمه في الاوقات اللي انا بحس انه هينقذ بشرتي فيها. لو انتي بشرتك جافه قوي قوي ده هيبقى مناسب ليكي جدا، خصوصا ان هو فيه زي نسبه زيوت كده عشان هو فيتامين اي فبيبقى تقيل شويه. اوفر اول هو تحفه، ده بحس انه كريم منقذ للبشره. الكريم اللي بعد كده وهو الانيو هيدرا برو فيتامين دي ووتر كريم. هو بيتقال ان هو فيه هيلورونيك اسيد، بس دي معلومه انا مش متاكده منها بصراحه، ولكن خليني اكلمكم عن الكريم المرطب ده بجد بجد عشان انا فعلا فعلا حبيته. هو مبدئيا ريحته غريبه جدا، ريحته عارفين تايد بتاع الغسيل، هو بجد ريحته زي كده. العلبه نفسها شكلها لذيذ يعني، حاسه هي حاجه كده فخيمه كده عجبني قوي بصراحه. هو عباره عن قوام جل وبيعوض نقص ترطيب الميه لو انت مش بتشربي ميه كتير، ودوت مناسب لاي نوع بشره. الناس اللي بشرتها جافه يمكن شويه هتحتاج قبله سيرم مرطب، فكنت في الاخر في الفتره دي بحب استخدمه مع الانيو سيرم، بحس ان الاتنين يعني مجموعه لذيذه مع بعض. فبصراحه هو لطيف جدا، ويمكن من احلى الحاجات اللي استخدمتها في ايفون الفتره اللي فاتت. فلو هرشح حاجه واحده بجد من الحاجات اللي هتكلم عنها النهارده دي كلها كمرطبات يعني، هرشح لكم الكريم ده، لانه شايفه ان هو بجد بيعوض الترطيب اللي ناقص في البشره، في نفس الوقت بيدي زي جلوي للبشره، يعني شكل جلوي للبشره كده من غير ما تحسي ان انت مدهننه. اكتر ناس هترتاح عليه الناس اللي بشرتها دهنيه، الناس اللي بشرتها حساسه برضه هترتاح عليه، الناس اللي بشرتها مختلطه مايله للجفاف ومايله للدهنيه، الناس اللي بشرتها جافه زي ما قلت لكم استخدموا معاه سيرم هيكون برضه كويس. مش قادره افتكر سعره بس هسيب لكم لينك البنت اللي انا اشتريته برضه من عندها. الحاجه اللي بعد كده ودي بستخدمها بس مره واحده او مرتين بالكتير في الاسبوع بعد الغسول، هو المقشر بتاع بيوري. وده بصوا عباره عن زي يعني مش عارفه اوريهولكم، باودر كده بتاخدي منه شويه وتروحي بلاه بالميه كده في ايديكي وبعد كده تقشري بيه بشرتك. هو بجد خفيف جدا، انا كنت اول لما جبته كنت خايفه حاسه ان هو هيقطع لي وشي او يحرقني مش عارفه ليه، بس طلع بجد من احلى المقشرات اللي انا جربتها، وبجد بجد انا مش بستخدم غيره حاليا. عيبه الوحيد ان هو مش متوفر قوي، بس لو لقيتوه لازم ان انتوا تجربوه لان هو تجربه لذيذه جدا. بس هو يكفي مره او مرتين في الاسبوع، والبشره الدهنيه فقط لا غير او مختلطه مايله للدهنيه، اي نوع بشره تانية ما يجربوش. ولو انت بشرتك يعني مختلطه مايله للدهنيه او دهنيه حساسه عادي جربيه، اي نوع بشره تاني لا. اخر حاجه بقى وده تحفه تحفه تحفه، الفازلين العادي اللي ما فيهوش اي حاجه مبهره في الحياه، ده لترطيب الشفايف يا جماعه. لو جربتوه مش هتجربوا اي حاجه تاني، مش هتحتاجوا اي حاجه تاني. وفككوا من اي كريمات مرطبه بتجيبوها مهما كان ايه درجه ترطيبها، مفيش حاجه هتعالج شفايفكم زي الفازلين. ما تنزلوش بيه بس في الشمس، استخدموه بالليل قبل ما تناموا، عشان يقال ان هو بيسمر. انا مش حاسه كده يعني، بس انا مش بحب استخدمه الصبح. انا جايبه اللي هو الجل الشفاف العادي، في منه انواع كتير فيتامين اي والكوكو باتر والكلام ده كله، بس انا اكتفيت باللذيذه الصغننه دي. ما حبيتش ارطب بيه اي جزء تاني عشان خاطر بيدهن قوي قوي، فهو انسب حاجه للشفايف. حاولوا تجيبوا الحجم الاصغر لان هي هتقعد كتير معاكم، فلو بتزهقوا يعني وهتحتاجوا تغيروا بلاش ان انتوا تستمروا على دي، بس يعني هاتوا واحده صغننه تقعد معاكم كتير.
بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، ودول احسن منتجات انا مرتاحه عليهم الفتره دي. بمعنى اصح دول اكتر منتجات انا كل شويه اروح استخدمهم، مش بستخدم غيرهم الفتره دي. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه، دوسوا على زرار الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو بنزله. وزي ما اتفقنا سبت لكم في الديسكربشن لينك البنت اللي بشتري منها حاجات ايفون، وبرده لينك الانستجرام بتاعي لو انتوا حابين تجربوا اي حاجه تكون تقسيم. بس حاجه ايفون مش بقسمها بصراحه عشان خاطري اصلا صغننه جدا. برضو الكريم المرطب، بصوا انتوا سالوني انتوا عايزين ايه وانا اقول لكم متاح ولا لا، يعني مش في حاجه مش تبقى عندي. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.